السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مباراة بعنوان عودة الأهلي للمنافسة على الدوري بروح البلس 90. هدف في الدقيقة 93 من طاهر أنقذ النادي الأهلي وأعاد الروح للنادي الأهلي بعد 4 مباريات متتالية من دون فوز، سواء في الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا. ليا بس تعقيب بس صغير على ماتش النهارده بيراميدز اللي انتهى مع المصري 1-1. كابتن هاني سعيد وجده، ايه رايكم في البلنتي اللي اتحسب عليكم النهارده؟ صوره بالكربون من كوره سيراميكا اللي المفروض تتحسب للنادي الاهلي. التحكيم المصري جميل. اتمنى ان لجنه التحكيم المصري تطلع تفسر لنا هي ليه حسبت دي وما حسبتش دي، مع ان بتاعت الاهلي باينه. ما علينا. ابتدت المباراة بنفس الريتم بتاع ماتش سيراميكا، انت نازل ضاغط على فرقة سيراميكا، قصدي على فرقة سموحة، مش مشوفها الملعب، بس ضغط سلبي، استحواذ، مفيش تسديدات على المرمى. اول تسديدة اتعملت عليك انت عملتها كانت تسديدة مروان عطية اللي كانت جنب العارضة في الدقيقة 16. بعد كده في الدقيقة 18 تسديدة من خالد الغندور لاعب سموحة انقذها شوبير. اللقطة المضيئة في الشوط الاول الدقيقة 24، ركنيه مستر اسيست زيزو، لقطته المضيئه على دماغ تريزيجيه والهدف الاول. وابتدينا قلنا بقى الدنيا هتبقى تمام. تيجي الدقيقه بعدها على طول بعد الهدف يعني اتلعبت من ورا بالعمري، لان بالعمري النهارده على فكره هو اللي يشيل مسؤوليه الجون وهجاي لها. اتلعبت كره عرضيه من خالد الغندور، اتلعبت لسمير ذكري، والله لو هو كان مركز كان لبسها لشوبير في الجون. الدقيقه 30 تسديده من امام اي كلام، لان النهارده امام عاشور ابيض ضايع. ما علينا. من الدقيقه 30 لغايه الدقيقه 44 هو في استحواذ من سموحه على نص ملعبك، ما تعرفش فيه ايه، ولا انت عارف حتى ترد الهجمات اللي عليك، ومش عارف تستحوذ حتى على الكوره. لغايه لما جت الدقيقه 47 اللي هي كان خلاص الوقت بدل الضايع انتهى، كره اتعرضت صمويل اوكوري اللي خد الكوره بالعمري البي، بدل ما هو يعمل بلوك على الكوره بيتزحلق زحلقه غير طبيعيه وتتحط ار2 جون. يعني اقل ما يوصف ان هو جميل جدا وعالمي. وينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1. يبتدي الشوط الثاني بكارثه من شوبير طالع من جونه، ستر ربنا ان اللاعب اوكوري ده بصاها ما حطهاش في الجون، وان هي اتباصت طويله كانت هتبقى الجون الثاني فينا. طبعا بقى الدربكه والاعصاب اللي مشدوده من لعيبه الاهلي. دقيقه 51 تسديده من تريزيجيه اي كلام، واستمرار الاداء اللي هو مش مفهوم من امام. دقيقه 56 كان خروج شريف ونزول مروان عثمان اوتاكا اللي ما عملش اي حاجه. يعني انا بالنسبه لي والله انا شريف حتى ما عملش حاجه، ولا اوتاكا عمل حاجه، انت ما عندكش مهاجم. الدقيقه 60 تسديده من عمرو السيسي وصدها شوبير. الدقيقه يعني 63 انا في لقطه غريبه، هي فاول علينا اتلعبت من على المنطقه، مروان عثمان بدل ما يطلعها ده طلعها كانت هتخش فينا، طلعت ركنيه، ستر ربنا والله العظيم. عشان ده يبين لك قد ايه اداء النادي الاهلي كان مرتبك ومضطرب. في الدقيقه 64 خروج زيزو وامام ونزول بن رمضان وبن شرقي، وطبعا انا ادي زيزو في الماتش ده 6 من 10 عشان الاسيست او 5 من 10، اما امام اديله 0 من 10. الدقيقة 69 تسديدة من مروان عطية قنبلة، يعني هي جت في رجل اللاعب قبل ما كانت هتخش جون، لاعب مدافع سموحة، وطلعت كورنر. بعد كده برضو الدقيقة 83 نزول طاهر مكان مرعي، وتأتي اللقطة المضيئة في المباراة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عرضية من هاني بعد بلوك رخم من فرقة سموحة، وقفوا ال10 ال11 لعيب ورا، عرضية يطلع طاهر محمد طاهر يسجل هدف ويصالح بيه الجمهور واللعيبة. متشكرين يا عم طاهر والله على الهدف ده. وتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي 2-1، وارتفع رصيده ل 44 وبيراميدز 44 والزمالك 46. انت بايل الجولة الجاية. هنستنى بقى هنشوف النتائج عاملة ازاي،
وده اللي يضايق اكتر، ان انت دلوقتي يعني انت معلش بيراميدز هيلعب مع الزمالك الماتش الجاي، انت متخيل؟ وبعد كده انت هتلعب مع الزمالك. فاتمنى خلال الفتره بتاعت الراحه دي يعني يسترب النهارده يعني يحسب له ان هو على الاقل غير بدري، كان في حماسه. اتمنى من لعيبه الاهلي نستغل دفعه الفوز على سموحه دي عشان نقدر نكمل عليها ونبني عليها. يعني يا رب اتمنى ان الزمالك وبيراميدز يتعادلوا الماتش الجاي 1-1، هتبقى الفرق ليك انت 3 بونت، تطلع بقى انت بقى اللي بايدك. اتمنى ان الرجاله تبقى كويسه، مش هنطلع لا هنقطع ولا هنهاجم ولا اي حاجه. اتمنى الاداء يتحسن يا رجاله. الحمد لله على الفوز النهارده. انا عارف ان النهارده الاداء كان زي الزفت، ومعظم الماتش كان استحواذ سلبي، واللعيبه مستنيه الكره تجيلها. بس اتمنى يعني اتمنى والله ان انت يمكن الدوري ده نخلصه ونكسبه. وما تنسوش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.